لا طبعا انت مش مشكلتك ان انت واضحه ولا حاجه، لان الوضوح ده شيء جميل جدا. فاحنا عندنا جزئين، في جزء انه انا بقول لما يكون حد يعني قايل لك حاجه كويسه فانت بتكوني واضحه وتقولي له قد ايه انت مبسوطه وكده، ده شيء عظيم ما فيهوش مشكله. الجزء الثاني لما بتقولي حد ان انت متضايقه، الوضوح حلو، ولكن الطريقه اللي بتقولي بيها عامله ازاي، هنا اللي نقف عندها شويه. هل بقول بطريقه جيده ولا بلوم اللي قدامي واسمعه كلام صعب فما يتقبلش الوضوح بتاعي في الحته دي؟ وفي جزء تاني ليه علاقه بالشخص اللي قدامي، هل اللي قدامي ده عنده استعداد انه يستقبل هو غلط في ايه او اعاتبه ولا لا، بعد ما اكون عملت الدور بتاعي ان انا كلمته بشكل جيد. فانا هنا مسؤول عن ان انا اقول للي قدامي بشكل جيد. الجزء التاني على الشخص التاني، طب هو هيستقبل ده ولا لا، وابقى عارف ان مهما كنت واضح وبقول شيء طريقه شيك وعظمه على عظمه، مش شرط اللي قدامي يستقبل ده. طب اعمل ايه لو عملت كده؟ محتاج اقيم علاقتي بالشخص اللي قدامي ده، هل انا اقدر استمر في علاقه مش عارف اتكلم فيها مثلا او اعبر عن مشاعري ولا لا، بس افصل انا عملت اللي عليا ومشكله فيا، ولا المشكله في الطرف التاني اللي مش قادر يتقبل الوضوح.